السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أخوكم أحمد إبراهيم من قناة الإخبارية. دلوقتي معانا خبر مهم جدا جدا، يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ أول أخبارنا مع خبر حلو جدا لجماهير النادي الأهلي. الاتحاد الدولي حط النادي الأهلي في لعبة بلاي ستيشن فيفا 2024، يعني اعتبارا من شهر ديسمبر اللي جاي تقدر تلعب الأهلي بالنادي الأهلي في البلاي ستيشن. تحط بقى ميسي، تحط كريستيانو، تحط أي لعيبه، وطبعا دي أول حاجة تتعمل لنادي داخل الشرق الأوسط وداخل أفريقيا. أول نادي لغاية دلوقتي، ممكن يجي جديد بس طبعا لغاية دلوقتي أول نادي عربي وأفريقي يبقى في لعبة بلاي ستيشن فيفا 2024. وطبعا دوت ناتج لاستفتاء الشهر اللي فات ان الاهلي طلع الاول عالميا في استفتاء الجماهير. طبعا يرجع لجمهور النادي الاهلي اللي بصراحه يعني مكسر الدنيا كلها ورا ناديه. نقدر نقول هو يكون السبب الرئيسي في رعايه النادي الاهلي، وفي ان الاتحاد الدولي يحط النادي الاهلي في لعبه مشهوره جدا، بحيث ان النادي الاهلي يعمل لها اضافه، يعمل لعبه اضافه. الاتحاد الدولي مش هيحط اي فريق الا ما يكون متاكد 100% ان هو هيعمل اضافه للحاجه اللي هو بيعملها. نيجي بقى لخبرنا الثاني، كابتن طارق يحيى ممنوع من دخول الزمالك والنادي الاهلي. طبعا دي حاجه صعبه جدا، يعني طبعا الكابتن يحيى في عصره كان احسن خط نص في نادي الزمالك، وطبعا عشان هو فكر ان هو يتكلم في حاجه ضد مجلس اداره نادي الزمالك، شالوه من النادي وشالوه من القناه. حاجه صعبه جدا ان انت ما تقدرش تخش ناديك اللي انت تعبت وشقيت لغايه لما بقى اسمه نادي الزمالك، وان انت تخش القناه اللي انت كنت بتطبل فيها وبتزمر وكل حاجه، ولما بطلت تطبيل وبطلت تزمير منعوك من دخول القناه. معنى كده ان الناس دي ملهاش امان، ويا ريت بقيه الناس اللي في الهزازين اللي زي ما بيقولوا اللي في قلب القناه يعرفوا ان هم مالهمش امان، كده هم ماشيين من القناه. نيجي بقى لخبرنا الثالث، خبر يعني هو سعيد جدا وانتظرناه بصراحه بقى لنا موسمين. سوزا البرازيلي في الاهلي رسميا، واللاعب في القاهره الاسبوع القادم ان شاء الله. كده بيحاولوا يحققوا مطالب الجهاز الفني، بيحققوا اللعيبه اللي هو عايزها الجهاز الفني. طبعا صفقه اتاخرت جدا جدا، بقى لها موسم ونص، والحمد لله ربنا وفق مجلس اداره الاهلي ان هو يجيب لهم اللاعب، وان شاء الله التعاقد بقى رسميا ان شاء الله، واللاعب في القاهره ان شاء الله الاسبوع القادم لعمل الاختبارات داخل النادي الاهلي وتسجيل البرومو. هنرجع نسمع صوت السرينا تاني في البرومو بتاع النادي الاهلي ان شاء الله قريب جدا. دلوقتي معانا مقطعين فيديو هنسمعهم وهنرد عليهم. نبتدي باول مقطع. تعطلوا عشان خاطر المنافس صدر له مشكله اداريه، طلع شائعات، طلع فتن، اعمل مشكله بين الجمهور وبين المجلس، اعمل مشكله بين اللعيبه وبين الجهاز الفني، اعمل مشكله بين رئيس النادي وبين الجهاز الفني، اعمل مشكله بين الاعلام وبين اللعيبه، اعمل مشكله بين الكابتن وبين رئيس النادي. كل الامور دي بتحاك بمنتهى الحرفيه، بس ده بقى نهج احنا كلنا بقينا عارفينه وبقينا حاطين ايدينا عليه. فاحنا تنبهنا، وانا سعيد قوي ان الناس كلها تنبهت لهذا الامر، والناس كلها فائت، بس فوقنا المره دي بسرعه. ما سمحناش بالمخطط ان هو يتم زي ما كان بيتم قبل كده. انا مش شغير منك بقى حبيبي انت علاقتك بالمستشار مرتضى من قبل ما انا اتولد. لا انا مرتضى منصور بيجري في دمي يعني. نعم الحمد لله رب العالمين. انا سعيد جدا بالروح الجميله. نعم صح. اولا ده مظهر من مظاهر الديمقراطيه الجميله ان احداث نادي الزمالك على الهوا. على الهوا. عشان ما حدش يطلع من العيال العبيطه اللي بيقعدوا يتكلموا ويرغوا ويسربوا اخبار ويسربوا شائعات. يا حبيبي احنا اللي بيحصل جوه البيت الزملكاوي الابيض على الهوا يا حبيبي، الكل بيتفرج وبيسمع. فانا سعيد جدا بالروح الجميله. مش عارف بأمارة ايه يعني بتقولوا ان النادي الاهلي السبب في مشاكلكم ومشاكل النادي الزمالك كلها معروفه فين، وبعدين انتوا مش لاقيين اي حد ترموا عليه مشاكلكم، وانتوا رغم ان السبب معروف ان رئيس مجلس اداره نادي الزمالك السابق المعزول الموجود، احنا كلنا شايفين ان هو موجود، هو السبب، هو المشكله. وبعدين ديمقراطيه ايه؟ ديمقراطيه ايه اللي انتوا عم بتمشوا بيها؟ واحنا كل الدنيا عارفه ان واحد بس هو اللي بيقول القرار في نادي الزمالك، وكلكم بتمشوا وراه، بيقول لكم كن فيكون، بيقول لكم اعمل فاعمل، محدش بيراجع وراه في اي حاجه بيقولها. وشيكابالا الاسطوره اللي انتوا عملتوه اسطوره من لا شيء، عمل ايه شيكابالا؟
ايه، خد كام دوري، خد كام كاس، كل ده بقى بطولات داخل مصر. خد ايه بقى بره مصر؟ مين اللي يعرفه بره مصر؟ انتوا اللي بتعملوه اسطوره من لا شيء. وبعدين هو اهو الحمد لله بيديكوا المكافاه، وان هو فضحكوا في البيان اللي هو عمله، وعرف الناس كلها ايه اللي بيحصل جوه مجلس اداره نادي الزمالك. ومش عاوز يلعب الا ما ياخد فلوس، وهو حقه ان هو مش هيلعب الا ما ياخد فلوس، وهو مشجع كل اللعيبه، مشجع بقيه اللعيبه في النادي ان هم مش هيلعبوا ولا هينزلوا تمرينات بعد الاجازه اللي هم واخدينها ال 20 يوم، قايلين ان هم مش هينزلوا تمرينات الا ما ياخدوا فلوسهم. وبعدين من شر حاسد اذا حسد. على ايه؟ ده احنا شايفين النادي عمال يطلع من حفره يقع في تحضيره، يطلع من مطب يقع في مطب، يطلع من ديون يقع في ديون، يطلع من قضيه يقع في قضيه. حاسد اذا حسد على ايه بس؟ قولوا كلمه حق، يمكن ربنا يقف معاكم، ويمكن ربنا يساعدكم يطلعكم من المشاكل اللي انتوا فيها. وبعدين احسن واحد هيعرف يرد عليكم كويس جدا في المقطع اللي جاي دوت الصحفي الكبير هاني عبد المقصود. هو يعرف يرد عليكم، هيقول لكم على حاجات كتيره جدا من داخل نادي الزمالك واللاعبين بتحضر ليها. نسمع المقطع اللي جاي. مش هتنزل المدير الفني ادهم 20 يوم راحه. لعيبه الزمالك مش هتنزل تدريب بعد ال 20 يوم الا لما تاخد الفلوس القديمه بتاعتها تكون واخداها بنسبه 100%. دي معلومه؟ دي معلومه، اللعيبه مش هتنزل على مسؤوليتي. لعيبه الزمالك وبلغوا مبلغين الجهاز الفني، والجهاز الفني عارف ان هم مش هينزلوا اول تدريب ليهم بعد الاجازه لما يكونوا واخدين فلوسهم 100%. المدير الفني لما قعد مع رئيس النادي، حدد 3 طلبات يا استاذ محمد. اول طلب ان هو ياخد فلوسه، هو ليه 3 شهور او شهرين، 3 كاملين. المساعد بتاعه ياخد فلوسه كلها جامله. رقم 2 قال له صراحه اللعيبه لازم مش هنبتدي الموسم الجديد الا لما اللعيبه تكون واخده فلوسها كلها 100%. ما هو مش بديهي ان انا ابتدي الموسم الجديد. قفل الصفحه دي وادى لكل الناس اللي موجودين كلها كل مستحقاتها. مش معقول يا استاذ محمد ان انا ابتدي الموسم الجديد وانا ليا مثلا فلوس باقيه. اللعيبه بقى لها 6 شهور تقريبا ما خدتش فلوسها، اكتر من 50%. ده برضه هل ده برضه يعني طبعا انا بحترم كلامك يعني، بس ده على ارض الواقع يخوف يعني يخوف. طب هو ما حصلش يا استاذ محمد الفتره اللي فاتت؟ ما حصلش مره واثنين اللعيبه اضربت عن التدريب؟ وكان في تدريب الصبح اللعيبه لمت بعضها بعد ما راحوا النادي ولموا بعضهم ومشي. اللي انا عارفه كمان ازود على معلومه هاني ان كمان ربما يكون هناك بيان مشترك ما بين لاعبي النادي الاهلي لاعبي نادي الزمالك لكشف الحقائق على جمهور نادي الزمالك، وهيتكلموا عن الفتره اللي فاتت دي كلها. هم مستنيين الوضع يستقر، ان مجموعه كبيره من داخل نادي الزمالك مستاءه من فكره ايقاف القيد وعدم الحصول على المستحقات، وكمان ان الجمهور هم يعني شايفين ان الاداره سايباهم للجمهور والجمهور بيهاجمهم، وان الجمهور بيتهمهم ان هم ما بيأدوش بافضل شكل. هيكون في بيان مشترك ما بين اللعيبه هيتم طرحه على وسائل الاعلام. ايه رايكم في شر حاسد اذا حسد؟ على ايه مش فاهم. وبعدين 3/4 اللعيبه او يمكن اللعيبه كلها مش هتنزل تمرينات، مش هينزلوا تمرينات ومش هيعملوا اي حاجه. اديكوا شفت معايا ادي اللي بيحصل داخل نادي الزمالك. ومن شر حاسد اذا حسد. مش فاهم. او جمهور الزمالك شاهد وشايف الناس دي في وادي ومودينهم في وادي تاني، واللي بيحصل داخل النادي في وادي تاني خالص. يعني معنى كده ان الزمالك بيقع، الزمالك بيضيع، وهم ولا في دماغهم. اهم حاجه مرتضى منصور ويمشي وراه. مرتضى راح مرتضى جه. مش عارف نادي الزمالك كده رايح في 60 داهيه. ربنا يستر لان كده بيراميدز خلاص هيديله الكتف وهيبقى هو في مركز التاني بداله. وربنا يستر على نادي الزمالك. وبس كده. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والمتابعه للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. وما تنسوش تعملوا كومنت تقولوا لي ايه رايكم على الاخبار. وبس كده. سلام.